احنا ليه ما بقيناش عارفين احنا عايزين ايه بجد بسهولة؟ تعرفوا ان مش احنا الوحيدين السبب ان صوتنا الحقيقي اتكتم جوانا؟ انا هاجر قطب، كاتبة ومعالجة نفسية، وهو ده السؤال اللي هجاوبك على جزء منه في الحلقة الثالثة من اسمع لنفسك. احنا بنتولد صوتنا الداخلي بيبقى قوي جدا، بس في بعض الاساليب اللي اتربينا عليها اللي كتمته مع الوقت. هقول لكم على طريقة شفتها قريب بعض الامهات بتعملها مع اولادها لما كنت برسم مع بنتي على شنطة. لاحظت ان كان في ام مقعدة بنتها على جنب، وهي اللي بتختار الالوان وبتختار كل حاجة، وبنتها حرفيا ملهاش اي رأي. لما البنت تحاول تشارك وتقول حاجة من رأيها، مامتها كانت بتقول لها لا ده مش حلو، لحد ما الام خلصت الرسمة كلها من الاول للاخر. هي كانت حلوة جدا، بس ملهاش اي علاقة ببنتها. وأم تانية كانت بتسيب بناتها تعمل حاجات وتساعدهم في بعض الحاجات. لما البنات يختاروا حاجة على ذوقهم، كانت بتقول لا ده مش حلو برضو. تفتكروا لو ده أسلوب الحياة اللي البنات دي هتعيش بيه، البنات دي هتكبر وأصواتها الداخلية هتبقى عاملة إزاي؟